السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا البنات في مطبخ مروة الجزائرية. نتمنى يا ربي تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم وصفة رائعة وجميلة وبنينة جدا جدا، اللي هي صابلي بالكراميل. نتمنى يا ربي الوصفة تاع اليوم تعجبكم. ما تنساونيش بالجيمات وبالدعوات. احنا نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. عندنا كاس نشا، كاس سكر رطب كلاصي، 3 بيض، نسحق 2 صفار وبيضة كاملة. عندي 250 غرام تاع زبدة، عندي ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات، وعندي فانيليا. انا استعملت هنايا عطر الليمون، نتوما تستعملوا واش تحبوا. حطيت الزبدة وندخلها مليح مع السكر ومع النشا او المايزينا. النشا المايزينا يا البنات ماشي شرط ان نخلوها، يعني نصيروها، لكن السكر لازم نخلو السكر ونصيروه. كيما راكم تشوفوا ندخلها مع بعضها مليح مليح مليح. من بعد نبدا نحط البيض تاعي. عندي بيضة وصفار بيضتين، نعاود لكم: بيضة وصفار بيضتين. ونعاود نخلطهم مليح مليح مع الزبدة والسكر والنشا. ونبدا نضيف الفرينة تاعي. الفرينة يا البنات لازم تكون مصيرة، يعني منخولة، لازم باش ما ديرلناش هذوك الكعيبيرات في الواحد. بعد ناخذ انا استعملت هنا الكراميل تاع الفلان، اللي يكون في الفلان. اللي حاب يعني ناس ليكستري دو كراميل، اللي حاب يستعمل الكراميل يديرو في المنزل، يعني كل واحد والاختيارات تاعو. انا استعملت هذاك الكراميل باش نسهل عليكم، اللي يجي مع الفلان. كما راكم تشوفوا ندخلوا مليح 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 مع الفرينه. دايما يا بنات نوصيكم تخليو العجينه طريه، انه العجينه اليابسه من بعد تتشقق وما تجيش بنينه، تجي يابسه. لكن العجينه كما تكون طريه تجينا صابلي او الحلوه تاعنا تجينا بنينه وخفيفه، وتبقى فيها هذيك لوميديتي من الداخل، تجينا طريه، ويعني وفي نفس الوقت تجينا مرمله. هايليكم. بعد ناخد القوالب. انا عندي هادو كاينين كيما هادو، هما تاع السيليكون، انا استعملت هادو. ندير لهم فقط شويه فقط نتاع الزيت، ومن بعد نبدا ندير نكعبر مازلنا مع التكعبير. ونحطو في المول تاعنا، نضغط عليها مليح باش تاخد لي الشكل هذاك. يعني تقدروا تستعملوها في اي مول سيليكون عندكم في المنزل. يعني وصفة سهلة وما تتطلبش كتير من المواد، ويجيو ما شاء الله. جاتني تقريبا 45 قطعة. هاي لكم كيما طابت على 180 درجة. خليتها فقط 7 دقائق، يعني دقيقة طيب لكم، ما تطولش خلاص في الطياب، انه خفيفة. ومن بعد ناخد سكر كلاصي كيما راكم تشوفوا، وندريه عليه من الفوق بشوية. ما فيها لا شوكولا ما فيها والو، يعني وصفه بسيطه جدا. وهذه الناس اللي طلبوها لي، اللي قالوا لي ديري لنا حاجه ما فيهاش الشوكولا، لانه الصيف مصيفه والشوكولا راه يذوب لنا ومن بعد ما نلقاش نحطوها في الثلاجه. هذه احسن وصفه، يعني وصفه صيفيه حقيقيه. بعد ناخذ المعجون تاعي كما راكم تشوفوا، انا حللته فقط شويه مع ما زهر. دائما انا ندير الماء زهر وما ورد في المعجون باش يجيني خفيف، او ميم طون نقدر نستعمله. انا ما نحبش لا جيلي.
بعد نقطعوه كما راكم تشوفوا بساكابوش، نحطو شويه ونبداو نعدلو في الحلوه تاعنا من الفوق، نحطو فيها كي يعني تطلع لكم شويه ولا حاجه عاودوا ديروا فقط السكر. من بعد ناخذ، انا درت عندي شويه لوزي فيلي وعندي شويه كاوكاو، ديروه شويه خشين ما ديروهش رقيق كما راكم تشوفوا، ونحطوه من الفوق ونخليوها يعني على الاقل ليله كامله باش تشرب. انا هنا مازالت ما شربت مليح، انه لما تشرب لكم هذاك الكونفيتير راهي راح تطرى من الداخل وتجيكم بنينه. وثاني حاجه يبان يعني يعود قليل فقط الكونفيتير، ما يبانش كيما هكا لانه مازال ما شربتش. ولازم نستعملوا الطريقه هذه وهو سخون، ما تخليوهاش تبرد باش تشرب لنا هذاك المعجون. جات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا مرمله يعني رائعه. هذه هنايا مازالت سخونه، ومن بعد كي تسخن تشرب حتى السكر هذاك كلاصي. نتمنى يا ربي الوصفه تاع اليوم تعجبكم، ما تنساونيش بالجيمات وبالدعوات. احنا نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.